وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب عندنا اخبار عالمية، اخبار مدوية، اخبار هتفرح كل الزملكاوية. وطبعا يا شباب النهاردة عندنا اخبار كتير، وهنبدأ اخبارنا النهاردة ببلال ولد الشيخ. ايوه زي ما سمعت كده، بلال ولد الشيخ عفوا. طبعا بلال ولد شيخ بيلعب في الدرجة التانية في الدوري الهولندي، والدرجة التانية في الدوري الهولندي اعتقد احسن مليون مرة من الدوري المصري. فاللاعب ده بيلعب فين؟ جناح يمين، وهيفيدنا كتير. بس هتقولي ايه؟ بعد طبعا شيكو بنزا اللي اعلن امبارح هو ومهدي سليمان. بس خلينا دلوقتي في شيكو بنزا جناح شمال، ما بيلعبش يمين، واحنا ما عندناش حد في اليمين خالص، والخمسة اكتملوا خلاص بعد شيكو بنزا. هقول لك لا، الزمالك هيطلع يا اما سيف الدين جزيري يا اما هيطلع الجفالي. بص، انا بالنسبه لي الجفالي ما يتباعش، الجفالي يروح ودوه اعاره، لكن يتباع لا. هتقولي ليه؟ ان الجفالي لسه صغير، الجفالي لسه في كورة، ممكن يديك كورة. فالجفالي يطلع اعارة عشان يتألق، يطلع اعارة حتى لو في الدوري المصري يتألق ويرجع لك احسن واجمد من الاول، وانت اللي هتستفاد في الاخر. والجزيري يطلع، وعندنا كده كده ناصر منسي، عندنا احمد شريف لو ان شاء الله هيتعلن النهارده، عندنا عمرو ناصر ان شاء الله النهارده. ممكن الزمالك يجيب مين كمان؟ عندنا في الهجوم اسامي كويسه، صح محليين مش اجانب بس كويسين، يعني قصدي يعني ده لو ما اتباعش الجفالي بتكلم في كده. بس المهم يعني بلال ولد الشيخ ده بيلعب جناح يمين، واحنا ما عندناش حد في جناح اليمين الا الجفالي، بس مفيش. تمام. فبيلعب كويس، هو الموسم اللي فات مع الفريق عامل 4 جوان. ايه ال4 جوان؟ بس دمك، وعامل 20 اسيست. 20 اسيست، 20 اسيست، يعني حاجة جامدة، واسلوب لعب جامد خالص، اسلوب لعب اسطوري حرفيا. بس فبلال ولد الشيخ ده جامد، حرفيا جامد. وهيكون احسن من البالونة اللي بتتفرقع وراحت، يعني بالونة خاينة كده راحت خلاص، مش عايزين نكرر في الكلام انه بالونة راحت وجت، في الاخر هتفضل بالونة وبالونة، يعني هتفضل بالونة. المهم طبعا يا شباب، بلال ولد الشيخ من وجهة نظري هيكون صفقة جامدة، وهيعلي الدوري المصري، هيعلي الزمالك في الدوري المصري. الزمالك هيكسب، الزمالك هيعمل حاجات اسطورية. وغير كده بلال ولد الشيخ، وفي الجناح الشمال شيكو بانزا، عرضيات. شيكو بانزا كويس بالراس، شيكو بانزا عالمي براسه. شوفوا واتفرجوا على مهاراته، هتلاقي اهدافه برضو بيلعب براس كويس، غير عنده الفينش كويس بيلعب براسه كويس. وغير كده عندك ناصر منسي بيلعب براسه كويس، فهو عرضياته جامدة اصلا، يعني بيعرض بطريقة اسطورية. تمام. فكده خلصنا من بلال ولد الشيخ. هنروح تاني خبر معانا اللي هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد جدد خلاص، يعني ما مدة موسمين كده جدد مع الزمالك، قلتلكوا كده قبل كده، بس خلاص يعني هيقعد. والتيشيرت برضو خلاص على الابواب هيجي، وبس كده. وان شاء الله النهارده هيكون اعلن ان احمد شريف وعمرو ناصر خلاص في الزمالك النهارده ان شاء الله. وادم كايد خلاص
الرتوش الأخيرة وخلاص رسمي يعتبر، بس هيعلنوه برضو يعني النهاردة أو بكرة بكتير. النهاردة أو بكرة بكتير آدم كايد زملكاوي، واسمعوا مني ما تراجعش ورايا. وبس كده، لا ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك، كل اخبار جديدة عم بطلعها توصلك. وانا متأسف على الفترة اللي فاتت، طبعا انتوا عارفين انه النت قطع على كل بس تمام. رجعت لكو احسن واخباري احسن، وان شاء الله الزمالك فوق، وسلام.